هلا بنات، شلونكم؟ مشتاقة لكم كومة كومة. اليوم جايكم نسوي تمن باقلة. تمن باقلة هي عبارة عن اعتيادي باقلة، بس باقلة شنو مقشرة من وجهين مقشرة. طبعا أنا عندي باقلة تازة وباقلة مجمدة، خبطتهن سوية ما يأثر، ترى تسووهن سوية نفس الشي، يعني مو تقولون هاي مجمدة هاي تازة، لا نفس الشي. هاي الباقلة شفتوها مقشرة وجاهزة. الشبنت أنا عندي دائما قلت لكم أخلي بالفريز. ليش؟ أجمد عندي شو قد ما أحتاج أطلع من الفريز، إن كان شبنت أو نكرفس أو أي شيء. وهذا شبنت طلعته وجاهز. واثنين ماج دجاج، وتعرفوا ما استغنى عنه. وهاي كل المكونات هسه حنشتغل بيها بعد إضافات. هسه تشوفوني من أطبخ أنا وياكم سوية. نبلش. أنا طبعا قدامكم شنو خلى على النار، خالة دجاج. دا أسلقه حتى طبعا الباقلة، يعني الباقلة أطيب شي ويا الدجاج. ما أدري قسم يفضلون اللحم الجوز، بس إحنا نحبه ويا الدجاج. أسلق الدجاجة، أخلي وياها غار، أخلي وياها ورق غار يعني قصدي، فلفل أسود شوية، كمون شوية، وماجي دجاج فصين أخلي. تمام. ونخليها على النار تستوي. شوفوها مستوية طبعا أكيد يعني. حتى قسم من شي يسوون، ياخذون الماء مال الدجاج ويسوون بيها التمن الباقلة. لا أنا ما حسوي هالشكل، حخليه سوب، حخليه سوب أقدمه ويا الأكل إن شاء الله. هسه تشوفون شلون أقدمه وشلون يطلع شكله بالنهاية. أخذ جدرية أخليها أحميها شوية حتى أضيف لها الزيت. تقولون اليوم مش عجب سريعة سريعة. على مودكم، على مود تضج تملون شوية في التغيير يصير عندنا بالمونتاج مالتنا. بعد ما أخلي الجدرية هسه شوية شفتها حمت، حتى شو أسوي أضيف لها الزيت. وهذا الزيت وقسم يخلون يجوز احتمال قسم يحبون يخلون دهن حر، وبراحتكم اللي يعجبكم، أو دهن عادي اللي يعجبكم. هو المهم دهن. شوية أخليه يحمي الزيت حتى رش أضيف له الزيت من يحمى. شو تقولون شو أضيف له من يحمى؟ يعني أنا هذا حسويها التمن باقلة على طريقتي. شفتها كلش طيبة، وصحيح يعني طعمها حيل طيب، أطيب من اللي يسووها يضيفون شي فوق شي. شوفوا هسه حسوي، حضيف الباقلة فوق الزيت حتى شنو شوية أحمسها ويا الزيت. ليش؟ الباقلة دائما بيها شوية شوخرة، فشو نسوي احنا حتى نوخر الشوخرة شوية نحمسها بالزيت بس. طبعا على كيفكم تحمسوها، لأنه الباقلة تتكسر، وانا ما اريدها متكسرة، اريدها صحيحة تصير بالتمن الباقلة. تمام. قسم شو يسوون، قسم يضيفون التمن والباقلة والشبنت كلها. سواء أنا كنت قبل أسويها هالطريقة، لكن بعدين من سويت هاي الطريقة الجديدة يعني فعلا الأكل تغير. التمن باقلة صارت كلش أطيب من شي فوق شي، رأسا تخلوه بدون ما ينحمس الباقلة. هسه شو نسوي احنا؟ انتظر شوية الباقلة تنحمس شوية، مو تحرقوا لا، شوية تنحمس على قد ما شوية، مو هواي، شوية يتغير لونها، بس شوية يتغير لونها. أنا دائما أقول لكم دائما أفضل أسوي الأكل سوا، يعني ما أنتظر الشيء أخلص شيء وبعدين أرجع على الشيء الآخر، لا، كله سوا أخليه على النار. ليش؟ عم أستغل الوقت حتى الأكل بسرعة يصير. هسه بعد ما تشوفون الباقلة على النار تنحمس شوية، والدجاج على النار دا يصير حتى شو أضيف فوق الباقلة. شوفون شغلي فوق الباقلة. طبعا لا تنسوني باللايك والاشتراك يا بنات يا حلوات يا أصدقائي الحلوين، لا تنسوني باللايك والاشتراك. وأنا غبت عليكم هواية صحيح، مقصرة بحقكم، بس رجعت لكم قبل رمضان حتى تشوفون أكلة رمضان وياي. طبعا هاي الباقلة أنا ما فلي صار صغيرة كلش. ليش؟ لأنه من تفلسيها ما حيبقى شي بطنها، تبقى شي بسيط، فخليها هي وقشرها حتى تبقى صحيتها، يعني تفلش، لا تقشروها. رجعت لكم قبل رمضان حتى شنو شوفون وياي الأكلات الرمضان حاسويها. أكيد كلكم يعجبكم تغيرون بأكلاتكم رمضان. طيب الأكل
تنويع برمضان. فأنا شو أسوي أنا وياكم إن شاء الله، ما قصر وياكم، أنشر وياكم فيديوهات يوم بإذن الله مال رمضان، حتى اللي يعجبه ياخذ معلومة أو فكرة يسوي برمضان. وألف عافية. طبعا هسه بعد ما خلصت الباقي ليش حضيف لها هسه؟ حضيف لها الشبنت. طبعا تقولون الشبنت المجمد يغير طعم الباقي، لا هم كلش طيب، بس صحيح الفريش أطيب يصير بهواية، بس مع ذلك ما مقصر الشبنت ويانا المجمد. هم كلش طيبة الباقلة. تمام، باقلة كلش طيبة بالشبنت المجمد، يعني ما بيه أي تغيير، أو طعم يقول يتغير لا، أو لون يتغير لا، بس دائما احنا نقول له فريش أكيد أفضل. مع ذاك هسه نرجع نحمس الشبنت ويا الباقلة شوية أحمسه يضيف الطعم ويا الباقلة سوية بالحمسة مالته. فنرجع نقول لكم رمضان إن شاء الله ما أقصر وياكم بالشرابط بالحلويات بالأكلات، وإن شاء الله رمضان كريم على الكل إن شاء الله بإذنه تعالى. طبعا هسه تشوفون الباقلة شلون ويا الشبنت، بس ما وصلكم شنو الريحة اللي تخبل ماي الحمس الباقلة والشبنت، ريحة تجنن يعني فتشي. وإن شاء الله تعجبكم طريقتي، هاي طريقة كلش طيبة ولذيذة. هسه بعد ما نحمس الشبنت ويا الباقلة شو أضيف التمن البسمكي. أنا بالتمن الباقلة أحب تمن البسمكي، بعد انتم حسب رغبتكم، تحبون تمن بسمكي، تحبون عنبر، تحبون تمن عادي، براحتكم اللي يعجبكم انتم، بس تمن بسمكي ويا التمن الباقلة يخبل. حتقول تمن عنبر طيب، أكيد تمن عنبر هم طيب، بس حسب كل واحد اللي يعجبه. حضيف هسه الماجي، قلت لكم باكيتين ماجي أخلي. مو كان السوب مال الدجاج. أنا السوب مال الدجاج أفضله وأحبه ويا التمن باقلة، أقدمه ويا التمن باقلة السوب. ما أفضله يعني أشوفه أطيب، ما أخليه فوق التمن باقلة، أكتفي بالماجي. بس تقول يوم وايد حكيتي شوية غير، صار هواية مش يعني ما بتتكم فيديو جديد، اشتاقت لكم هواية، فأحب أسولف وياكم ونبهكم على أشياء احتمال ما تعرفوها. أنا من الناس أكو أشياء ما أعرفها وتعلمتها بحياتي، عادي مو مشكلة واحد يتعلم، صح لو لا؟ هسه بعد ما ضفت الماجي أضيف شوية ملح وياه، شوية ما أخلي هواي ملح، ليش؟ لأنه الماجي بيه ملح. فبعد ما ضفت الملح أبدي أقلب أو أقلب المحتويات كلها، يعني الباقلة الشبنت التمن أقلبه بحيث أشوفه الجانسة وكلهم سوية، يعني كل المكونات الجانسة والسوية. واني أضيف شوية طبعا مي فوقها، هضيف مي شوية مو هواية، لأنه إذا تضيفون مي هواية الباقلة حد دموع واحتمال التمن يعجن، فأضيف شوية مي، ما أضيف مي هواية فوق الباقلة والشبنت والتمن، حتى شنو؟ حتى يصير التمن مثل ما أريده أنا. طبعا دائما ترتيب الأكل حتى شنو تستمتعون باللذة مالته. طبعا فاجأتكم مفاجآت برمضان، سويكم أكلات تخبل رهيبة، فشي طيب حشاركم يومي كل الأسوية برمضان، حتى نشارك أنا وياكم ونسوي الأكل سوية، وأحلى مائدة إن شاء الله برمضان، صحة وعافية عليكم. هسه بعد ما كملت الباقلة وخدها على النار، تعالوا شوفوا النتيجة مالتها شلون صارت، وهاي النتيجة مالتها تجنن. التمن باقلة، السوب، الطرشي، اللبن، والأروع منه. طبعا الدجاج بالمناسبة اللي يحب يقلي خليه يقلي براحتكم، كل واحد حسب اللي يعجبه، احنا نحبه مسلوق، فانتوا يعجبكم تقلوا براحتكم، كله طيب. هذا الطرش انا مسويته، طبعا انا حضرت كله مسويته يخبل، وهذا اللبن طبعا جاهز مو انا مسويته، ليش كذب عليكم، وان شاء الله يعجبكم، وتحياتي لكم، وألف عافية وسهمكم العافية، مع ألف سلامة. تنسونا باللايك والاشتراك. باي.